شنو أهمية النخلة في حياتنا؟ وشلون كل جزء منها يتحول لمنتج؟ وشلون نحول مخلفات النخلة إلى فحم حيوي بالبحرين؟ والنخلة مو تهديك إلا أحلى رطب من فوق بساتين النخل، تمتد الخضرة كأنها نفس الأرض. هني تبتدي قصتنا، قصة الشيرة اللي عطت وما زالت تعطي. هذه مو مجرد نخلة، هذه أم الخير، كل جزء فيها يتحول لمنتج، وكل منتج ينقل لنا قصة أصالة واستدامة. تمرها ورطبها غذاء، حتى نواة التمر اللي داخلها تحولت لعلف للحيوانات، وسعفها ننسج منه سلال وقبعات، وجذعها يدخل في البناء التقليدي ويصير أعمدة وأسقف. تدري شلون؟ شلون يتم زراعة نخلة داخل المختبر؟ تخيلوا هالأنبوب اللي بيدي بينتج لنا أكثر من 50 فسيلة، وهذه اللي راح نعرفها اليوم من المركز الوطني للمختبرات الزراعية. فاليوم هذه النخلة مأخوذة من الأم من الجذب وصارت لنا نفسها بالضبط. أكبر ميزة بالنسبة لنخيل الأنسجة إن إحنا لما ناخذ الجذب أو الجمارة من نخلة معينة، الأبناء أو الفسائل الناجية مثل ما تشوفونها هني كلها مطابقة بنسبة 100% للأم المأخوذ منها الجذب أو الخلايا الأصلية. فإذا كانت خلاص تطلع لنا خلاص خنيزي تطلع خنيزي، الصنف اللي تحبه. هذا يعني مشروع أول مرة أسمع عنه في البحرين ووايد فخور فيه. رحمة، اليوم المختبر شهد تطورات كثيرة، شنو أبرز هذه التطورات؟ في البداية كانت أعداد قليلة لأن كانت تجارب، لما إحنا ثبتنا على بروتوكول صح طلع عندنا من المختبر 400 شتلة تخنيزي وتوزعت على شوارع البحرين ولكل بيت بحريني بعد. والحين إحنا شغالين على أصناف محلية عشان ما تندثر مثل الخلاص مثل الخواجة والبرحي، وحين إحنا شغالين إن إحنا نوصل إلى 1000 خلال السنة، خصوصاً إن بعد ما تطور المختبر صار عندنا أكثر من لامينار، عندنا 5 فنقدر نشتغل أكثر عدد أكثر. أم أحمد، كم مرحلة تمرون فيها قبل ما تعتبر شتلة جاهزة ونوديه لبيئتها؟ أول شيء ناخذ الفسيلة شنو يكون موجود فيها؟ يكون موجود فيها خلية اللي هي الجذب. ناخذ الجذب نجيب المختبر ونحطه في التعقيم، نعقمه. حلو. انزين نخليه 15 دقيقة في التعقيم، بعدين شو نسوي؟ الميديا اللي شفتوها الميديا، انزين عقب الميديا ناخذها نوديها المختبر علشان نعقمها، لأن تعقمت نخليها برا نطلعها، لأن تعقمت تصير طبعا جامدة. الجذب اللي يبناه ناخذه نقصصها صغار ونحطه في المختبر. المختبر ناخذ واحدة من الجذب ونحطه في الغراش مال الميديا. في المرحلة الثانية تتكون لنا الكلس شوية تكبر الخلية، كيف تكبر نخليه للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة بيطلع لنا الليف مال النخلة اللي هو السعف بيطلع لنا. البروسيس ايش قد ياخذ لها؟ هذه 3 أشهر. 3 أشهر بعدين 6 أشهر. المرحلة الرابعة تطلع لنا 6 أشهر. المرحلة الرابعة اللي هي خلاص تكون السعف مال النخلة، نشيلها من المختبر نوديها وين؟ المزرعة برا أو النخل البستان برا، وناخذ على أساس تتأقلم مع الجو، تروح لطبيعتها وتروح لطبيعتها. إنزين إحنا شنو نستفيد من هالتقنية كاملة الحديثة؟ أول شيء تكون خلية نظيفة ما فيها جراثيم ولا فيها أمراض ولا فيها حشرات، هذا نستفيد منها. ثاني شيء نقدر نسوي آلافات من النخلة في المختبر. ثالث شيء لأن ماخذينها من الأم تطلع بالضبط نفس الأم، ما تطلع خلاص بتطلع لنا خلاصة. مرزبان بيطلع لنا مرزبان. البحرين ديرة الخير، هذه الأرض وهذه الجهود للمحافظة على النخل إنجاز مشترك زرعته أيادي بحرينية، وهالنخلة مدرسة في الاستدامة، مصدر دخل وموروث حي. فحم لكنه مو أي فحم. فاضلة خليل خريجة قسم علوم الحياة من جامعة البحرين ابتكرت مشروعها لإنتاج الفحم الحيوي من مخلفات النخيل. يا هلا فاطمة. أهلا وسهلا. كلمينا أكثر عن مشروعك. طبعاً قدرت أحول مخلفات النخيل إلى فحم حيوي.
لكن فاطمة اليوم شلون قدرتي تحولين مخلفات النخيل إلى فحم حيوي؟ طبعا العملية جدا طويلة، ولكن باختصار أخذنا المخلفات وحطيناها في فرن خاص. هذا الفرن يكون ما في أكسجين في الداخل، فبسبب الضغط وهذه الحرارة كان عندنا ضغط عالي، حول لنا هذه المخلفات إلى فحم حيوي بدون ما تتحول إلى رماد. فاطمة اليوم شنو فوائد مشروعك حق التربة؟ طبعا الفائدة الأولى تكمن أن الفحم الحيوي نفسه فيه كربون ونيتروجين ومواد ثانية وعناصر تعمل على تدعيم التربة ويزيد المحصول حقنا، وحتى النبات يكون أطول وأكبر لما نخلط هذا الفحم الحيوي في التربة. والفائدة الثانية هي احتفاظ هذا الفحم الحيوي بالماء، فالمزارع ما يحتاج أنه كل شوي يسقي النبات مع الجو الحار والمناخ للبحرين، بس مرة أو مرتين مقارنة بالثلاث أو 4 مرات اللي يسقي فيها المحاصيل، بتساعده على توفير المياه وبتساعده أنه يوفر وقت في إدارة المحاصيل. الفائدة الثالثة هي أن الفحم يزيد حقنا من النفاذية للهواء في التربة. راح شنو الفرق بين الفوز اللي عندي واللي عندك؟ طبعا النبتتين مزروعين في نفس الفترة، ولكن هذه النبتة فيها الفحم وهذه النبتة ما فيها، فنقدر نلاحظ أن النمو هني والطول والحجم حتى مال النبتة يكون مختلف، بحيث أن النبتة هذه أصلاً ما كانت تستدعي ماء كفاية، هذه كانت تاخذ ماء أكثر. طول العمر اليوم ليش خذيته بيت الحاج سلمان بيت كل هالبيوت علشان تسوون بيت السلال؟ والله بيت السلال هو مبادرة تحت إدارة الحرف اليدوية بهيئة البحرين للثقافة والآثار. نحتفي بحرفنا التقليدية والتراثية في مملكة البحرين كل في مكانه. تتميز قرانا ومدننا بمختلف الحرف، واللي تطمح الهيئة في إعادة إحيائها في مواطنها الأصلية، ومن ضمنها الشيخ اليوم شلون بيت السلال قاعد يساعد في انتشار هذه الحرفة، وشلون شفتوا أقبال الزوار عليه؟ والله منذ افتتاح بيت السلال في 2022 وجدنا إقبال مو بس من المواطنين والمقيمين، لقينا قبول كبير لأنه صار هو موقع يستقطب السياح من خارج البحرين. المواقع اللي مثل بيت السلال تحتفي بالحرفة من خلال إقامة الورش والفعاليات اللي تبين مكانة حرفة صناعة السلال. اليوم الشيخ النخلة تعتبر مصدر رئيسي لهذه الحرفة، وفي نفس الوقت سجلتوا النخلة قبل سنوات في قائمة التراث غير المودي. شنو تعني لكم النخلة وشنو يعني لكم هالتسجيل؟ ما يخفى على الجميع أهمية النخلة في الهوية البحرينية وأهميتها في التراث البحريني. التسجيل هذه كان أول تسجيل لمملكة البحرين على قوائم التراث الثقافي غير المادي عند منظمة اليونسكو. الشيخ اليوم شنو الورش والفعاليات اللي تسوونها في بيت السلال؟ تقوم هيئة البحرين بالثقافة والآثار بإقامة عدد كبير من الورش والفعاليات على مدار العام في بيت السلال وفي المواقع الأخرى. تحتفي في هذه الورش بالحرف التقليدية ومنها صناعة السلال مثل ما تشوفون، وأيضا التعاون الدولي من خلال السفارات المتواجدة في مملكة البحرين اللي يكون فيه تعاون دولي ما بين الهيئة البحرين والدول المختلفة في العالم. واحدة من المنتجات اللي تطلع من النخلة ماي اللقاح، المشهورين فيه شركة مصنع الجسر اللي يمتد تاريخها لسنوات طويلة. ريحة المكان هني ما تنوصف، ريحة لقاح وماي زموته شيء نعنش. يا هلا حسين. يا هلا بيك. حسين اليوم شنو دور مصنع الجسر في إنتاج ماي اللقاح، خصوصا أنه هو يطلع من جزء من أجزاء النخلة؟ طبعا أول منتج في المصنع ماي اللقاح، وما يخلى من أي بيت في البحرين. هاي ما حد يختلف عليه. طبعا إيه. فتأسس المصنع 1978 على يد المرحوم إبراهيم الجسر. اليوم شلون تضمنون حسين، وهذا الشيء الأهم، سلامة المنتج؟ كونكم موجودين من تقريبا من السبعينات في السوق، شلون المستهلك يضمن أن الماء اللي قاعد يوصل له ماء نظيف ونقي؟ طبعا تعقيماتنا للأعشاب وللمياه بأجهزة الأوزون. حلو. زين، بعدها ينتقل إلى المختبر الداخلي للشركة، يتم فحصه وتطلع العينات، بعدها تروح إلى وزارة الصحة، بعد وزارة الصحة بعدين يتم التصدير
وللسوق المحلي. يعني حسين المستهلك يضمن انه بيوصل المنتج نقي ومفحوص. اكيد. حلو. زي ايش رايك الحين الكلام حلو؟ نروح المختبر ونتاكد. يلا حياك. يلا. اليوم حسين احنا قاعدين نشوف هالكوارتين جاهزه حق التصدير، بس وين رايحه بالضبط؟ هاي رايحه لجميع دول الخليج. حلو. والعوائل الخليجيه والعربيه اللي تجون من مملكه البحرين قاعد تاخذ من هاي المنتجات؟ اي نعم. ومن وسط نخيل البحرين نختم حلقتنا، وبالنخل يعيش تراثنا وينمو اقتصادنا ويزدهر مستقبلنا الأخضر، ومن ثمرها لسعافها لظلها كل شيء فيها خير. والحين عرفت شلون؟